رايبيض رمان بكميه اللي هي كبيره وبمقادير اللي جد بسيطه بالنسبه للناس اللي ما كيلقاوهش ديما. حنا هنايا كيكون قليل والثمن ديالو كيكون مرتفع. نتمنى ان وصفتنا الاعجاب ديالكم. غناخذ الرمان ديالي 500 غرام اللي نقيته، غنضيف ليه كميه السكر، اختاريت انني ندير السكر الاسمر وغادي نديرو على نار اللي كتكون متوسطه، وكنبقى نحركو بحال هاد الطريقه. كنبقى بحال كنعصر هذاك السيرو اللي فيه. من بعد خديت نص لتر ديال الحليب بارد، ضفت ليه ياغورت طبيعي اللي ما فيهش السكر، وغادي نصفي هذاك السيرو ديال الرمان ديالي. من بعد ما غادي نصفيه مزيان غادي ناخذ هذاك الرمان اللي بقى ليا، غادي نطحنو. انا طحنته غير بغا ميكسور، غادي نطحنو مزيان وغادي نعاود نضيفو لهذاك نص لتر ديال الحليب اللي بارد. وفي هذه الاثناء درت واحد نص لتر ديال الحليب ديالي كيسخن. غادي نصفي هذا الخليط ديال الرمان، غادي نصفيه مزيان. حاولوا انكم تخرجوا السيرو كامل اللي فيه، وحاولوا انكم تاخذوا الرمان اللي كيكون حمر بزاف باش كيعطيكم هذا اللون مباشره. من بعد كنضيف نيشان هذاك نص لتر ديال الحليب سخون. جميع المقادير غتلقاوهم في الاسفل الفيديو. غادي نطحن هاد الخليط ديالي مزيان وغادي نغطيه ببلاستيك غذائي وغادي نخليه تقريبا واحد 6 ساعات. يفضل انكم تخليوه ليله كامله. انا غطيته ببلاستيك غذائي وضفت فوق منه ضفت فوق منه واحد الزيف وخليته غير في الكوزينه ليله كامله. ومن بعد درته في الفريغو. داكشي علاش كتشوفوا فيها الطريفات مثلجين. المذاق ديالو كيجي جد رائع وكيكون اقتصادي. سجلوا الوصفه عندكم.